بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا خلاص كل سنه وانتم طيبين. العيد بعد بكره. احنا دلوقتي يوم النهارده ايه يا عم؟ قبل الوقفه بيوم. ايوه ايه يعني الاثنين، النهارده الاثنين. احنا دلوقتي لسه جايين من بره وجبنا شويه المشتريات دي عشان العيد. كل سنه وانتم طيبين يا رب وينعاد عليكم العيد انتوا وحبايبكم وانتوا بصحه كامله يا رب. فقلت اشاركها معاكم. طبعا يمكن اتاخر في تنزيلها شويه لان عايزه انزل لكم قبلها فيديو تقديمات العيد. فهوريكم الحاجه اللي احنا جبناها. نبدا بايه؟ هي طبعا حاجات مش لايقه على بعضها بس مش مشكله، عدوها لي بقى المره دي. جبت الجبنه دي. طبعا ديت كلمتكم عليها، بطل تخبيط يا عمور. كلمتكم عليها قبل كده. ديت رودس. دي جبنه صفرة طعمها جميل بجد، احنا جربناها كذا مره. طبعا احنا لسه عارفينها قريب وحبيناها فقررناها كذا مره. دي كيلو. جبت كمان الاتنين الموتزاريلا دول. النوع ده جميل جدا وطعمها حتى طعمها كده كأنك بتاكلي قشطه. زي ما قلت لكم الاتنين الموتزاريلا دول الكيس ب60، بس النوع ده كويس انا مجرباه. جبت كمان ده نص رومي وسط، انا دايما بجيبها الوسط ب110. جبنا كمان اللانشون ده كيلو بكام؟ ب60 برضو. وجبت علبة السمنة دي كريستال، طبعا جميلة لا يعلى عليها. دي الاتنين كيلو ب110. صح يا عمر؟ 110. ايوه خليك معايا كده عشان ايه الاسعار. جبت ازازه زيت الذره دي من كريستال برضو. دي على فكره ممكن تستعمليها على السلطات على البارد. طبعا دوار الشمس لو هتحمري بتجيبي دوار الشمس، بس انا جبت النهارده زيت اللي هو بالذره. طبعا انا قلت لكم هستغل احمد، فانا بحاول اجيب اخليه يجيب لي خزين البيت قبل ما يسافر. ان شاء الله المره الجايه يجيب لي واحده من اللي هي دوار الشمس دي ب200 جنيه. وبدأنا رحلة استغلال احمد. يا رب ما يسمعش الفيديو ده، اطمنوا عليا لو غبت عليكم. جبت كمان شوية فاكهة عشان العيد طبعا. دول 2.5 عنب. دول ب50، 2.5. ودول 2 ب50. وجبت 2 مانجا. دول ب50 برضو، الكيلو ب25 عشان العصير والاكل برضو اللي عايز ياكل منها. جبت نص باولو، طبعا انا ما كترتش لان عندي حاجات تانية وعندي مكسرات ان شاء الله هتشوفوها في التقديمات. النص ده ب60. وجبت نص ميجا. طبعا انا جبت كله اللي هو الشوكولاته الغامقه، ما بحبش البيضه. نص ميجا. وده كيلو مشكل ب100. هوريكم التشكيله. ده نوع وده نوع وده نوع. هو ده نفس النوع بس دي شوكولاته بيضه ودي شوكولاته غامقه. وفي كمان نوع تقريبا هما دول كده. ده كيلو ب100. دي الشوكولاتات والحلويات اللي انا جبتها كده. وفي شوكولاتات تانية بس هتشوفها في التقديمات. وجبت كمان دي برضو عشان العيد، دي حلاوة علف احنا بنحبها. سكينة يا عمورة كده افتحها عشان تشوفوها. افتح. كل سنة وانتم طيبين، يعني حاولوا تجيبوا على قد مقدرتكم وتفرحوا اولادكم. انا جبتها سوداني وسمسم، ان شاء الله نعمل فيديو تقديمات للعيد حلو. ده كيلو حلاوة علف ب100. جبنا كمان، تعالوا بقى ده نضرب له تعظيم سلام الاول. ده ربع ليمون ب12 جنيه، يعني الكيلو كده ب50. انا مش عارفه ليه كده بس كان لازم اجيب طبعا عشان لحمه العيد. ده ربع ب12. وجبنا كمان تفاح. تفاح ده ب35. فاضل حاجه ما صورناش يا عمره. وجبت دول. ده بريل مواعين، طبعا انا عملته معاكم قبل كده. ده الاخضر، انا قلت لكم قبل كده ان انا بحب اجيب الاخضر. ده بنحلوه على 8 لتر ميه، فانا جبت واحد ليا وواحد لماما. ممكن لو عايزينه اجهزه معاكم برضو في فيديو. قولوا لي لو مش حابين، هو الفيديو بتاعه موجود على القناه بس في الاول. تعالوا بقى مشتريات خاصه لي انا. جبت دي فرشه حواجب. ديت من ناحيه حواجب كده.
ومن ناحيه هنا للاي شادو او للكحل كده. دي شكلها. وجبت توكه ستان، طبعا لازم تجيبي توك ستان عشان الستان ده ما بينتش الشعر. وجبت دي كمان، دي حلوه برضو ناعمه على الشعر مش بتنتشه. دي مشتريات ليا انا للعيد. يا ساتر، حادث بسيط. وجبت السلسله الجميله دي، هي حاجه ناعمه كده وهي قصيره، يعني بتبقى حلوه على لبس البيت. انا اخترت اجيبها ناعمه كده وقصيره. عموره حبيب قلبي واقف بيساعدني، ما نحرمش منك يا عموره. تعالوا بقى للجمال واللوحه الفنيه. الحلق ده اول ما شفته كده خطفني. الفرده دي يا رب تكونوا شايفينه زي ما انا شايفاه. شايفين الجمال؟ تحفه. طبعا انا ده هلبسه، انا ودني انا خرمها 4 اخرام، ما تستغربوش انا بحب البس الحلقان. فده هيبقى في الخرم الاولاني الاساسي، وعندي بقى حلقان تانية كتير من اللي هي بتبقى في البريسنج اللي هي الصغيرة دي. بس شايفين التحفة، وخصوصا الفردة دي عجبني. ده سعره اقول لكم عليه، ده 74 صح، بس يستاهل بجد. وبعدين عيد بقى وقلنا ندلع نفسنا، احنا مش كل يوم بنجيب الحاجات دي. خدي يا عموره. جبت كمان الكونسيلر ده عشان نداري الهالات بتاعتنا، وطبعا انا جربته جميل جدا. لو عايزين تجيبوه بنصحكم خدوا سكرينه، بجد تحفه وما بيخططش. اهم حاجه انه يكون ما بيخططش بقى تحت العين بعد فتره. جميل. سعره مش فاكره، بس هو مش غالي، تقريبا ب55 او 60 او 110 مش عارفه. جبت بقى الكريم المرطب ده، بس ده مش هقول سعر ولا اقدر اقول سعره في الفيديو. اللي عايز يسالني على سعره قولوا لي وانا هشاوشكوا عليه ما بيني وما بينكم، عشان ايه؟ مش عايزه انكرش. طبعا المرطب ده اكيد كلنا نعرفه، جميل بجد وبيسيب جلو كده على البشره تحفه. بس انا جايباه في عرض، كان عليه عرض، بس برضو مش ما اقدرش اقول سعره عشان الفرعون الصغير ما يسمعنيش. بس اللي عايز تعرف سعره اصحابي يبعتولي على الخاص وانا هقول لهم، هقول لكم. وده كمان لسه سعره اهون من سعر الكريم ده، بس ده عايزه اقول لكم ان انا كنت حابه اشتريه من زمان. يعني بصي، لو ما عندكيش في السكين كير غير الكريم ده يبقى انت الكسبانه بجد لبشرتك، تحفه. بس مش اي حد يقدر يجيبه، عشان تجيبيه لازم تعملي جمعيه 3 سنين. برضو اللي عايز يعرف سعره يقول لي على الخاص من اصحابي، وانا برضو هقول لكم السعر ما بيني وما بينكم عشان مش عايزين ننكرش. ولا اقول لكم انا عادي، انا ممكن اقول لكم ولا يهمني. يبقى كده الكريم ده من فوليجرا صح كده، فوليجرا تحفه بجد. ده بيشيل الخطوط، انا مش عارفه اجمع. بيشيل الخطوط، بينقي البشره. المهم هو سحر، ده بقى السحر بجد للبشره. بس سعره ما اقولكوش. ده كمان احمد جابهولي الليله، ده للعيد. ايه شايفين؟ ده سعره كام يا عمر؟ 410. بس في اللبس جميل بجد. طبعا كان في بيج، انا كنت حابه البيج، وكان في اسود، بس ولادي كانوا معايا قالوا لا الابيض يا ماما دايما موضه وبيليق على اي حاجه. ده للعيد كده 410. عليه حرف الاس اصلا، عليه حرف الاس. ماشي يا سيد ماما. طبعا وانا في البلد اخويا رن عليا وقال لي هاتي شنطه لمريومه بنته. جبت لها دي كده، مش غاليه يعني، هي شغل اي كلام، هتكفي يوم العيد، بس يعني حاجه حلوه برضو. دي احسن حاجه كانت في المحل، دي كانت ب60 جنيه شنطه مريومه. فاضل حاجه يا عموره؟ انا هشوف الفيديو لو طلع طويل ممكن اقسمه لكم على جزئين. ودي المشتريات اللي انا جبتها النهارده. فاضل دول. دي خميره فوريه 3 اكياس كده. بحب اخلي الحاجه دي عندي كده في التلاجة لو حبيت اعمل وصفات. انا عندي بس حبيت اجيب دول برضو. وده بيكنج باودر.
وكده اكون خلصت الفيديو بتاعي النهارده. يا رب يكون عاجبكم وتكونوا استفدتوا اي حاجه من الاسعار. وزي ما قلت لكم الحاجه اللي انا ما قلتش سعرها تقدروا برضو تسالوني وانا اقول لكم سعرها ايه. وكل سنه وانتم طيبين، وحاولوا تفرحوا في العيد وتفرحوا اولادكم باقل الامكانيات. على قد امكانياتك فرحي ولادك وحسسيهم ببهجه العيد. هاتي بلالين، اعملي زينه، اعملي تقديمات العيد، جهزيها مع اولادك. كل الحاجات ديت بتدخل البهجه عليك وعلى اولادك في العيد. وكمان مره كل سنه وانتم طيبين انتوا وحبايبكم يا رب، وينعاد عليكم يا رب. وكده اكون خلصت الفيديو بتاع النهارده. انا متلخبطه مش عارفه ليه النهارده، وعدوا لي بقى انا قلت كام مره النهارده في الفيديو. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك عليه وتشيروه مع اصحابكم وحبايبكم. وما تنسوش تكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات. وما تنسوش برضو تروحوا على اول تعليق هتلاقوني سايبه كل لينكاتي. اهدى يا عمور عشان انا متلخبطه لوحدي. هتلاقوني سايبه كل لينكاتي. اشتركوا معايا على اليوتيوب واعملوا متابعه لصفحه الفيس واعملوا فولو لليوتيوب. وسلام.